السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يكون معكم علي الكعبي في إعداد وتقديم الحلقة الأولى من برنامج من الطبيعة، والذي سوف أحدثكم اليوم عن طائر المعروف بدجاج الماء. طبعا يعتبر دجاج الماء من أجناس الطيور المائية، بحيث يتواجد عشه بالقرب من ضفاف الأنهار وبين نباتات مثل نباتات القصب والبردي. الحجم مالتها يكون قريب من حجم البطة وهي صغيرة. يكون هذا النوع مالته الشعر مالته بالراس احمر، والمنقار مالته يكون احمر، ومنها انواع، فاغلب الانواع انقرضت وما بقى الا القليل منها بالمحافظات الجنوبيه والوسطى، بين محافظه ميسان والناصريه والبصره. يفضل هذا الطائر حياه العزله، حيث تبتعد عن كل الطيور الغريبة التي يمكن أن تهددها، لكنها تدافع عن منطقتها بجرأة وشجاعة. وتتغذى دجاجة الماء على الأسماك الصغيرة والحيوانات الماء، الرغوة والضفادع والحشرات، كما تأكل الحشائش والنباتات. بما أن الطائر من صنف الطيور، لكن فترة الطيران مالته تكون قليلة جدا، بحيث يقضي أكثر حياته بالماء بين السباحة وبين الغوص. الغوص ميزة يستخدمها في استهلاك طعامه، بحيث يتغذى على الأسماك الصغيرة. كان معكم في تصوير هذه الحلقة كرار محمد. كنت أنا علي الكعبي في إعداد وتقديم الحلقة الأولى من برنامج من الطبيعة. انتظروني في حلقات أخرى. دمتم بخير.